فيفا ينصف الفراعنة. قرار مفاجئ يعيد الثقة لمنتخب مصر بعد سقوط السنغال. رغم مرارة الخسارة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، تلقى منتخب مصر خبراً ساراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعاد بعض التوازن المعنوي للفراعنة في هذا التوقيت الحاسم. فقد أعلن فيفا أن هزيمة مصر بهدف دون رد أمام أسود التيرانجا لن تؤثر على رصيد الفراعنة في التصنيف العالمي، ليظل المنتخب محتفظاً ب 1556.1 نقطة في المركز 33 عالمياً وفق تصنيف شهر فبراير الذي سيصدر رسمياً في 19 يناير الجاري. ويأتي هذا القرار تطبيقاً للوائح التصنيف الدولي التي تنص على عدم خصم أي نقاط من المنتخبات الخاسرة في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى، وهو ما أنقذ مصر من التراجع عالمياً رغم الخروج من سباق اللقب. ولا تزال الفرصة قائمة أمام كتيبة الفراعنة لتعزيز رصيدها من النقاط حين تخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من مواجهة المغرب والنيجيريا، حيث يمنح الفوز دفعة جديدة لمكانة المنتخب في التصنيف العالمي. ورغم الألم، يحمل قرار فيفا رسالة واضحة: منتخب مصر ما زال في مكانه بين كبار العالم، والطريق لم ينتهي بعد.